الحدث. متعودين ان احنا نعمل حلقات من قلب الحدث في حاجات بتمس الشعب المصري وتمس رجل الشارع. النهارده حلقه قويه جدا من مركز احدى مراكز التحكيم الدولي اللي الفتره اللي فاتت صارت تساؤلات كتيره جدا بالنسبه للمراكز ديت. احنا النهارده بنصور من مركز يعتبر مركز ناجح، على اساس ان احنا بنقول ان الفتره اللي فاتت في مراكز كتير جدا من المراكز دي اتقفلت، بما ان المركز دوت موجود شغال والواضح ان هو عمل حاجات للدوله كتير جدا. فاحنا قدرنا ان احنا نتواصل معاه ونسجل معاه على اساس نعرف سياسه المراكز دي ايه، الخطه المستقبليه اللي هم شغالين بيها اللي بتدعم الاستثمار في مصر والسياحه في مصر، ايه الفرق ما بين التحكيم وحته الاستشاري والمستشار والكارنيه، وهل المراكز دي اندمجت مع بعض، هل في ضوابط من الدوله على المراكز ديت. النهارده احنا موجودين في الاتحاد الدولي العربي للتحكيم اللي هو موجود في اسكندريه. بيشرفنا النهارده هيرد على اسئلتنا المستشار مبروك شعوط رئيس الاتحاد الدولي العربي للتحكيم وامين عام مساعد الاكاديميه العربيه للدراسات المتطوره. سياده المستشار بنرحب بيك في البدايه في مصر نيوز. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اسئله كتيره جدا وعايزين النهارده نتكلم من القلب. الناس اللي هي موجوده سواء خريج كليه الحقوق او سواء القضاء المستشارين، الموضوع كبر جدا، مراكز كتير، ناس كتير فتحت مراكز. هكلم حضرتك باللغه الدارجه، كل واحد ياخد شقه ويأجرها ويكتب مركز تحكيم، يطلع كارنيهات، كارنيه مستشار فلان مستشار. المستشارين تعبوا. في البدايه عايزين نعرف تقول لي نبذه صغيره عن الاتحاد الدولي العربي للتحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بتشرف بالمصري نيوز انها متواجده عندنا النهارده في الاتحاد الدولي العربي للتحكيم. الاتحاد الدولي العربي للتحكيم هو اتحاد متخصص في ابرام وصياغه عقود التحكيم. الاتحاد الدولي العربي متخصص في المنازعات التحكيميه واعمال التوثيق والوساطه التحكيميه ونشر ثقافه التحكيم من خلال اعداد برامج تحكيميه متخصصه. طبعا المشكله اللي بنتكلم عليها وعايزين نسيرها اللي هي مشكله الشارع المصري، كارنيه مستشار تحكيم. النهارده بيجي الدارس ياخد الدوره، بيبدا يعد الناس، فبيلاقي العدد كبير. من خلال العدد الكبير دهوت، من خلال الدوره اللي هو اخدها، يروح ياخد شقه ويفتح مركز ويبيع كارنيهات. طبعا الاتحاد الدولي العربي للتحكيم لا ينتهج هذا النهج اطلاقا. لا يوجد عندنا ما يسمى بلقب مستشار. ما عندناش لقب مستشار نهائي. لا يوجد عندنا ما يسمى بالدراسه عن بعد. الدراسه عن بعد في التحكيم اسمها بيع الشهاده، يبعت لك الفلوس تبعت له الشهاده بالبوست. لازم الدارس يبقى متواجد ياخد المعلومه. من شروط التحكيم او من شروط دارس التحكيم هو التواجد في المحاضرات لدراسه العمليه التحكيميه والمحاكاه في جلسات التحكيم وتمثيله لجميع الادوار في الجلسه التحكيميه. النهارده هو بيجي يحضر الورش العمليه، يوم بيبقى محكم، يوم بيبقى محتكم ضده، يوم بيبقى رئيس هيئه، يوم بيبقى دفاع محتكم، يوم بيبقى دفاع محتكم ضده. فهو بيمارس العمليه التحكيميه في اداره الجلسه التحكيميه من جميع جوانبها حتى يتسنى له عرف ايه هو التحكيم، ايه هي محاكاه الجلسه التحكيميه وكيفيه اداره جلسه التحكيم. ده الى خلاف المحاضرات النظريه اللي طبعا بتعرفه المحاضرات بتبقى تشمل صياغه عقود، بتشمل قانون التحكيم، بتشمل معايير اختيار المحكم. في محاضرات ياما عندنا، محاضرات متخصصه في مجالات كتير في التحكيم التجاري الدولي. ايه البرامج بقى؟ البرامج اللي بيدرسها التحكيم الدولي، البرامج والمواد اللي يقدر هو الدارس بياخدها بيستفيد بيها. احنا عندنا في الاتحاد لا يقل عن 120 برنامج متخصص، منهم التحكيم الهندسي، التحكيم البحري، المنازعات القنصليه الدبلوماسيه عندنا، وننفرد بالمنازعات البيئيه. واحنا كنا اول ناس في مصر والوطن العربي بنعمل حاجه اسمها المنازعات البيئيه بالتعاون مع المعهد، معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعه اسكندريه. جامعه نفسها.
ايوه مع الجامعه، احنا كل شغلنا على فكره مع الجامعه، شغلنا كله من خلال الجامعه. لا نعطي دورات في فنادق، لا نعطي دورات في مقر الاتحاد، كل دوراتنا من خلال الجامعه. معانا بروتوكول مع جامعه اسكندريه، مع كليه حقوق اسكندريه، معانا بروتوكول مع المعهد العالي للدراسات العليا والبحوث، معانا بروتوكول مع الاعداد القاده، معانا بروتوكول مع الاكاديميه العربيه للدراسات المتطوره، عندنا بروتوكول تاني مع جامعه المنوفيه، واحنا في صدد عمل بروتوكول مع نادي ادارات الشهر العقاري. طب الحته بتاعت الدولي العربي للتحكيم كده لو ربطنا، ايه الدور اللي بيقوم بيه الاتحاد في الترابط بقى ما بين الدول العربيه؟ لان ما دام في دولي عربي يبقى احنا كده في ترابط. تمام. الترابط بتاعنا ان احنا الاتحاد الدولي العربي للتحكيم الفرع الرئيسي بتاعه في اسكندريه، لان هو كان اول فرع انشئ في اسكندريه، فبقى هو الفرع الرئيسي. عندنا فرع في الكويت، عندنا فرع في البحرين، عندنا فرع في عجمان في الامارات، عندنا في سلطنه عمان، عندنا في اليمن، عندنا في العراق في اتحاد رجال الاعمال العراقي في البصره، وعندنا الفرع في القاهره. طبعا احنا بنعمل ترابط بين الدول العربيه والدراسات المقارنه بين قانون التحكيم الكويتي وقانون التحكيم المصري، ودراسه مقارنه بين قانون التحكيم المصري وقانون التحكيم البحريني. اندماج في القوانين لبيان ايجابيات القوانين بعضها ببعض وبيان السلبيات بعضها ببعض. ده طبعا بيعمل ترابط بين المحكمين من الدول العربيه، واحنا بنأمل ان يكون عندنا غرفه تحكيم مصريه عربيه بدل اللجوء للغرف الاجنبيه مثل غرفه نيويورك وغرفه باريس وتوكسيدو. طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندرب اكبر عدد ممكن من المحكمين، طبعا بالتعاون مع الجهات الحكوميه في الدوله. احنا عملنا مبادره اسمها مبادره اعداد محكمين من اجل مصر، استهدفت موظفي الشؤون القانونيه في جميع الجهات في جميع الدوائر الحكوميه بالمحافظه. ما هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم عليها بقى، ايه الفعاليات اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت الاتحاد قام بيها في مصر؟ الفعاليات اللي الاتحاد قام بيها في مصر، احنا قمنا بعمل اكثر من 10 برامج مجانيه في معهد الدراسات العليا والبحوث، برامج مجانيه 100%. المستهدف فيها هي الجهات الحكوميه بالدوله والشركات، شركات الاستثمار والبنوك. لا نتعامل مع افراد، الاتحاد لا يتعامل مع افراد. مؤسسات دوله، احياء مثلا، محافظه، شؤون قانونيه في شركه. والله يعني لو طبعا احنا المواد العلميه بتاعه الاتحاد زي ما انت شايف بنعمل قضايا، بنعمل نماذج لقضايا التحكيم عشان الدارس ياخد الماده العلميه، يبقى كمان عنده ماده يقدر ان هو من خلالها يعرف ايه القضيه دهيت اتحلت ازاي، كمرجع مرجع ليه فعلا. طبعا عندنا هنا كنا عاملين المؤتمر الدولي نحو تطوير بيئي مستدام والمنازعات البيئيه، وده كان محمد عبد العزيز الجندي المستشار محمد عبد العزيز الجندي كان وزير العدل الاسبق، كان هو رئيس شرف المؤتمر وكان متواجد وحاضر. وطبعا تسلمنا منه درع المؤتمر، وطبعا في صوره جماعيه موجوده احنا خدناها في معهد الدراسات العليا والبحوث مع عميد المعهد ومع كبار القيادات التنفيذيه في المحافظه. تمام. طبعا كان الاتحاد هو الراعي الرئيسي لهذا المؤتمر. عملنا مبادره اعداد محكمين من اجل مصر. طبعا تسمح لي ان انا اجيب الماده العلميه بتاعته. طبعا المبادره دهيت كانت مبادره اعداد محكمين من اجل مصر. المبادره دي استهدفت 28 جهه حكوميه. الجهات الحكوميه حطيناها في الماده العلميه باسماء الدارسين لتوثيق العمل بالاسماء. 28 جهه بما فيهم محكمه استئناف في اسكندريه، والمحكمه الابتدائيه باسكندريه، ده الى جانب طبعا المركز الذكي لخدمه المشروعات، الاحياء، شركه توزيع الكهرباء. طبعا ادي محكمه اسكندريه الابتدائيه باسماء الدارسين، كان فيها رئيس الشؤون القانونيه ووكيل الشؤون القانونيه الاستاذ محمد عباس والاستاذ محمود السيد. وكان عندنا كمان محكمه استئناف اسكندريه، مديريه الامن، وعندنا كمان مديريه امن اسكندريه. كان موظفين الشؤون القانونيه الخاصين ب 28 جهه، ودي كانت 110 دارس من 28 جهه تحت رعايه المحافظ السابق السيد اللواء طارق المهدي.
راعتها المحافظه وراعتها الجامعه، وطبعا الحمد لله نجحت نجاح منقطع النظير. والاتحاد كلد من السيد المحافظ الاسبق اللواء طارق المهدي درع المحافظه وشهاده تقدير من الاتحاد للاتحاد الدولي العربي للتحكيم. عملنا كمان مؤتمرات دوليه. عملنا مؤتمر في الكويت كان اسمه المؤتمر الدولي لاعداد المحكمين العرب والتعريف عن ماهيه التحكيم والفرق بين التحكيم والقضاء. احنا لسه جايين حاليا من مؤتمر كان يوم 27 الشهر شهر 5 27/5 كان من 27/5 ل 30/6 كان مقام في الغردقه. كان على فكره الاتحاد لا يمارس العمليات التحكيميه فقط، لان الاتحاد وانا كمان امين عام مساعد الاكاديميه العربيه للدراسات المتطوره ما عندناش تحكيم بس، عندنا دراسات كامله متكامله في جميع المناهج الدراسيه المتطوره. عملنا مؤتمر اسمه المؤتمر الدولي لدور الاعلام في دعم وتنميه السلام بين الشعوب. وحاليا دلوقتي بنجهز لمؤتمر تاني هو المؤتمر الدولي لدور الاعلام لدعم وتنميه السياحه في مصر. ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا خاطبنا وزاره السياحه، خاطبنا جامعه الدول العربيه، الوحده الاقتصاديه لجامعه الدول العربيه، خاطبنا هيئه تنشيط السياحه، خاطبنا محافظ جنوب سيناء ان احنا ان شاء الله هنقيم المؤتمر في شرم الشيخ. ان شاء الله المؤتمر هيبقى من خلال هنعمله في شهر 8 ان شاء الله. المؤتمر من خلال فروعنا في الوطن العربي، 8 فروع في الوطن العربي. هنبدا نسوق للمؤتمر بحيث ان احنا نجيب اكبر عدد ممكن من الاخوه العرب لزياره مصر ومعالم مصر، وان احنا نظهر قدام منهم بمظهر لائق ونعرفهم ان احنا عندنا امن وامان ولا يوجد في مصر ما يقال عن التطرف او الارهاب. الامن في مصر الحمد لله رب العالمين، مع العلم ان احنا بنضحي بشهداء يوميا من اخواتنا ومن اهلنا، ولكن ان شاء الله مصر هتفضل بخير وطول عمرها هتفضل بخير. انت هنا بتستغل حته انتشارك في الدول العربيه وعلاقتك كاتحاد بيهم في نشر السياحه وتدعيمها وتعزيزها. تمام. انا عايز اسال نقطه بقى صغيره جدا. لو انا مواطن عادي جدا وحد عادي من الشعب وعايز يبقى محكم، تمام، ايه الشروط اللي المفروض تبقى واجبه فيا او المؤهلات اللي تكون موجوده فيا عشان انا ابقى محكم واخد اللقب دوت؟ والله هل بيبقى في شروط؟ القانون رقم 27 لسنه 94 ما نصش على مؤهل المحكم، ولكن نص على ان يكون المحكم كامل الاهليه ويكون لا يعني لم يتعرض لمساءلات قانونيه او قضايا جنائيه او ما يشوبه من شائبه. يكون على الحياد، دي شرط من شروط المحكم الحياديه الكامله، وان يكون مستقل استقلال كامل، وان لا يتبع حزب او لا يتبع اي احد، يكون كامل الاهليه. حد ادنى مؤهل متوسط مثلا نقول، ولا امي والله هقول لحضرتك على حاجه. كانت الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قام بعمليه تحكيميه في نقل الصخره، وكان في نزاع بين القبائل من ينقل الصخره، والرسول عليه الصلاه والسلام حكم بان الصخره تنقل بعباءته بمشاركه جميع القبائل، وكان الرسول امي. حكمه. طبعا احنا عندنا التحكيم جه من المجالس العرفيه. المجالس العرفيه اللي هي مجالس القبائل والمجالس العائليه، فكان طبعا لا يشترط في ان القائم على المجلس او شيخ القبيله او كبير العائله ان هو يكون معاه مؤهل. ممكن يكون امي، ولكن تكون عنده الخبره لنظر العمليه التحكيميه او نظر النزاع القائم. عايز اعرف الهيكل بقى التنظيمي والعلمي والاداري للاتحاد العربي الدولي العربي للتحكيم. الهيكل التنظيمي في الاتحاد الدولي العربي عندنا مجلس اداره، وده بيقوم بالعمليه الاداريه والتنظيميه. عندنا مجلس امناء الاتحاد، وده بيكون من دكاتره ودكاتره الجامعات ومستشاري بوزاره العدل. مجلس الامناء هو القائم على اعداد الماده العلميه والدراسيه الخاصه بالتحكيم.
عندنا مجلس شرف الاتحاد، وهو بيتكون من بعض الشخصيات العامه ورجال الاعمال المهتمين بالعمليه التثقيفيه العلميه. ده الهيئه الموجوده بالاتحاد، ودي الكيانات الموجوده بالاتحاد. نرجع تاني في نقطه مهمه جدا تهم الشارع وتهم الناس كلها، فرق ما بين المحكم الدولي والمستشار. هل في حاجه اسمها مستشار دولي؟ لا يوجد مستشار تحكيم. مفيش حاجه اسمها مستشار. المستشار هو مستشار للوزير، مستشار ثقافي، مستشار اعلامي، مستشار مالي، ولكن القانون رقم 27 لسنه 94 ما نصش على مسمى مستشار، نص على مسمى محكم. عرفت ان في قواضي كتير جدا بره مصر، يمكن احنا بنستعين بناس من بره مصر. هنا هياخدنا بقى السؤال ان احنا نسال سياده المستشار الدور الاساسي للمحكم الدولي، وايه اللي ممكن يفيدنا بيه في القواضي اللي احنا عاملين نخسرها بره مصر، لان ما بيبقاش في محكم مصري بيستعين بمترجم، اعتقد كده مترجم من بره مصر، والناس دي طبعا بيجيب مترجم واثنين وثلاثه، الناس دي بتبيعنا. والله احنا بنتمنى ان احنا نحافظ على عربيتنا. نتمنى ان يكون عندنا غرفه تحكيم مصريه، يكون ابرام العقد باللغه العربيه. مشكله ان احنا ما عندناش ثقافه التحكيم في مصر، مع العلم ان التحكيم في جميع الدول العربيه هو السائد في جميع المعاملات التجاريه. يوجد القانون رقم 11 لسنه 94، وتوجد اداره كامله. تخيل ان في الكويت في اداره اسمها اداره التحكيم القضائي، واحنا عاملين معاها بروتوكول برضه. تسمح لي ان انا اجيب برضه ده اصدارات، احدى اصدارات اداره التحكيم القضائي بوزاره العدل الكويتيه. طبعا احنا رحنا عملنا لقاء مع رئيس اداره التحكيم القضائي، وطبعا هو قام باعطائنا جميع النماذج الموجوده عندهم بالنسبه للسلطات واختصاص هيئه التحكيم القضائي، طرق الطعن على احكام هيئات التحكيم القضائي، معاون الهيئات التحكيم القضائي، حقوق وواجبات المحكم والمحتكم ضده في ظل نظام التحكيم القضائي. تخيل ان لما تبقى الكويت رائده في هذا العمل، وتخيل لما تبقى مصر لا يوجد بها تحكيم. والتحكيم في مصر مش لا يوجد بها تحكيم، التحكيم في مصر لم يفعل حتى الان. ما عندناش ثقافه التحكيم، ينقصنا الخبرات، وده اللي بيحاول الاتحاد الدولي العربي للتحكيم ان هو يعمل يقيم برامج تدريبيه بالمجان مستهدفه اكبر قطاع من قطاعات المحافظه او الدوله بالكامل. احنا عملنا المبادره في اسكندريه، اطلقناها من محافظه اسكندريه. كان نفسنا ان احنا طبعا نطلق المبادره في جميع محافظات مصر، ولكن طبعا المبادره كلفت الاتحاد مبلغ طائل، كانت على نفقه الاتحاد بالكامل. طبعا الحمد لله رب العالمين احنا كان عندنا مشروع اللي هو غرفه التحكيم المصريه، ودي اللي كانت هتنشا من موظفي الدوله. احنا عملنا المبادره، استهدفت قلنا 110 دارس. ال 110 دارس تم عمل اختبارات وتقديم ابحاث، تم اجتياز 25 دارس منهم للاختبارات. لما كل محافظه هاخد منها 25 دارس اجتازوا الاختبارات الفعليه في التحكيم في صياغه العقود واداره الجلسه التحكيميه، عندي 28 محافظه. 28 محافظه هاخد من كل محافظه ال 25 اللي اجتازوا، وبعدين هعمل لهم مسابقه وهختار منهم النخبه والخبرات المجتازه للاختبارات، وانشئ بيهم غرفه التحكيم المصريه، وهم اساسا موظفي دوله. ما جبناش حد من بره. هم موظفين الشؤون القانونيه بالدوله، القائمين على الشؤون القانونيه بالدوله. النهارده الدوله لما ال 25 اللي اجتازوا دول واتدربوا تدريب عالي نسيبهم. ده احنا كمان بعد المبادره بتاعت اعداد محكمين من اجل مصر اللي اجتزنا فيهم، اللي خدنا فيهم ال 25 متدرب اللي اجتازوا الاختبارات، عملنا لهم برنامج تاني في كليه حقوق جامعه الاسكندريه لتدريبهم على المواد المتخصصه. ما سيبناهمش، وكان نفسنا ان احنا ننطلق من المبادره في جميع محافظات مصر، ولكن للاسف لقينا ان في محاربات كتيره من بعض الجهات الموجوده، الجهات الخاصه والجهات العامه، لان التحكيم غير منتشر.
وكان نفسنا ان هو ينتشر. واحنا هنتكلم في الحته دي باستفاضه بقى. عايزين ناخد راي سياده المستشار في المراكز الوهميه اللي مفتوحه في اسكندريه او سواء في مصر كلها. يمكن انا لما سالت الايام اللي فاتت عرفت ان في ممكن في اسكندريه اكتر من 15 مركز اتقفلوا. راي حضرتك ايه بقى في الحته دي والمراكز اللي اتقفلت اللي هي غير مرخصه او اللي هي مثلا بتخش والله اليوم السابع قامت بتحقيق جميل جدا، ونزلوا تحققوا من هذا الموضوع ونزلوا لفوا على مراكز التحكيم، وبالفعل دخلوا مراكز اشتروا منها كارنيهات، دفعوا فلوس واشتروا كارنيهات واشتروا شهادات، ودي كانت الطامه الكبرى. ونشروا 15 مركز تحكيم يبيعون الوهم ويبيعون الالقاب القضائيه. دلوقتي بتتكلم فيها يا سياده المستشار الناس القضاة اشتكوا ليه بقى؟ طبعا لقب مستشار هو لقب سيادي يخص الجهات السياديه بالدوله. بالظبط. في لغط في لغط بين ان مستشار تحكيم يحصل على كارنيه 500 جنيه ومستشار له كيانه وله وضعه واستقلاليته وحصانته بالدوله وهو مستشار قضائي ويتساوى ازاي ان مستشار تحكيم ب 500 جنيه او ب 400 جنيه يتساوى بمستشار قضائي بالدوله له مكانته؟ ونحن نقدر القضاء ونقدر القضاة، والعدل في مصر قائم والعدل في مصر نزيه. القضاة في مصر يحكمون بالعدل والإنصاف وبالقانون وبروح القانون. أما مستشار التحكيم فهو بيحكم ب 500 جنيه، ودي الطامة الكبرى اللي احنا وصلنا لها. مفيش أي لقاءات حصلت قبل كده ما بين المستشار مبروك شعوط ومثلا نقيب المحامين في لقاء او وزير العدل حصل مثلا لقاء وكلام ما بينكم؟ في لقاء جمعني انا والاستاذ الجليل سامح عاشور. كان اللقاء ده في شرم الشيخ. رايه ايه بقى في القصه بتاعت المحكمين ورايه ايه في القصه؟ والله برضو يعني ايه، انا ما اقدرش اقول هو رايه ايه، ولكن احنا ما اتكلمناش في هذه الاراء، اتكلمنا عن القضايا التحكيميه وامور التحكيم في مصر وكيفيه الارتقاء بمستوى التحكيم في مصر. اتكلم بقى بصراحه كده، خلصنا القصه بتاعت التحكيم، اتكلم بقى بصراحه مع المستشار مبروك شعوط. هقول لك شخصيات بكل صراحه كده تقول لي توصفهم لي بالنسبه لك انت في جمله او في عباره. الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي الاب الروحي لمصر المنقذ. هذا الرجل صاحب الكلمه، هذا الرجل رجل بمعنى الكلمه. إذا تكلم من القلب، وإذا وعد لم يخلف أبدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله هو القائد العربي اللي كنا بننتظره من سنين طويلة. إن شاء الله هو أمل مصر القادم الرئيس عبد الفتاح السيسي. تكلمني بصراحة برضك عن بعض الصحفيين والإعلاميين الموجودين في الوسط حاليا، سواء اللي هم بيكتبوا بالسلب او بالايجاب. بمعنى اصح كده، هل انت شايف من وجهه نظرك ان بعض الصحفيين والاعلاميين الاعلام دلوقتي مسيس ولا الاعلام؟ لا، هو هقول لحضرتك على حاجه عشان ما نتطرقش ان احنا نقول الاعلاميين كلهم ناس اجلاء. كلنا يعني احنا كلنا نبجل لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن دايما جميع المؤسسات فيها الشخصيات السلبيه والشخصيات الإيجابية. دعنا ننظر إلى الوجه الإيجابي ولا ننظر إلى الوجه السلبي. النهارده أنا بقول لحضرتك إحنا عملنا مؤتمر عن دور الإعلام في دعم وتنمية السلام بين الشعوب، وبنحضر لمؤتمر دور الإعلام. يبقى الإعلام كده قوي، ودي إحنا أملنا في الإعلام الحر النزيه صاحب القلم المبجل. هو ده أملنا في صحافي مصر وإعلامي مصر، إن هم ينطلقوا بمصر ويظهروا مصر أمام العالم بالمظهر اللي له. بما إن إحنا بيشوفنا حاليا نسبة مشاهدة عندنا 1,200,000 و30 النهارده جات لنا، وغير كده كمان إحنا غير إن إحنا بنعرض على قناة اليوتيوب وبيشوفنا على مستوى العالم 1,200,000 و30. شفنا على الوصلة. هنقول لسيادة المستشار بعض الاسماء برضك وهنكمل، واحنا ما بنعملش مونتاج. رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محمود.
لا، رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ده رجل الشارع الاول. تخيل لما تفاجأ بانه الساعه 6 الصبح في فرن عيش، تخيل انك تفاجئ ان هو في جمعيه استهلاكيه في محافظه في قرى الصعيد. فده رجل الشارع ورجل الساعه والرجل الثاني في الدوله، ورئيس الوزراء معالي الوزير ابراهيم محلب هو من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا. المهندس ابراهيم محلب له اعماله الجليله قبل ان يكون رئيسا لمجلس الوزراء، فهو رجل يعمل بمعنى الكلمه، رجل يعمل باخلاص، وربنا يقويه على الفتره القادمه. طبعا احنا النهارده بنتكلم مع رئيس الاتحاد الدولي العربي للتحكيم، يعني انا مش عارف برضك الراجل بيتكلم، احنا عايزين نوصل ان مستشار مبروك شعوط اتجاهاته بعيد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس انور السادات، الرئيس عبد الناصر، الرئيس حسني مبارك. بصراحه لو قلنا مين فيهم كان في الفتره بتاعته يعني قريب لقلب المستشار مبروك شعوط، او كل واحد سلبياته وايجاباته بايجاز، والله مين بتعتبره قائد يعني بعيد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بعيد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعيد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش هينفع يحصل مقارنه. الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس له مثيل. ده في حته ثانيه خالص. انا بحب الرئيس محمد انور السادات، وكان له كل احترام وتقدير. رحم الله الرئيس محمد انور السادات بطل الحرب والسلام. الرئيس حسني مبارك اتظلم، كان شغال في الفتره الاولانيه كويس وبعد كده اتظلم. الرئيس محمد حسني مبارك اتظلم في اخر 10 سنوات. الرئيس حسني مبارك له برضه الاعمال الجليله التي لا تنسى، ولكن هي بعض القيادات اللي التفت حوالين منه طبعا مع كبر سنه، يعني برضه مش عايزين نتطرق لان احنا نتكلم في امور سلبيه، ولكن خلينا نتطرق لكل رئيس بايجابياته. الرئيس جمال عبد الناصر هو قائد الثوره، قائد ثوره 26 يوليو. الرئيس محمد انور السادات بطل الحرب والسلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي المنقذ لمصر وللأمة العربية أجمع. خد بالك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس زعيما مصريا، ولكنه زعيما عربيا مبجل بكل المقاييس. من وجهة نظر المستشار مبروك شعوط، محمد مرسي أخذ إعدام، هل أنت بتأيد حكم الإعدام ده ولا كده إحنا هنعمله زعيم؟ لا. ولا اللي ينفذ حكم الإعدام؟ لا، القضاء له دوره في هذا الموضوع. القضاء حكم بالإعدام، يبقى أصبح إن القضاء عنده الأدلة وعنده المستندات غير اللي موجود عند الشارع المصري. المواطن العادي ليس له بأحكام القضاء، لأنه ولا عنده أدلة ولا عنده براهين، ولكن القضاء عنده مستندات، عنده شهود، ونحن نبجل القضاء ونلتف حوالين قيادتنا السياسية بكل وجداننا. ناخد وعد من سيادتك، احنا اي حد انا بعمل معاه حلقه باخد وعد منه ان خلال الفتره الجايه تحاول من خلال الاتحاد ومن خلال الاكاديميه ان يبقى في تدريب اكبر عدد من الموظفين الموجودين في مؤسسات الدوله، لان احنا عندنا الحته دي ناقصانا شويه، ان الموظفين في مؤسسات الدوله بيبقوا محتاجين دورات تدريبيه ومحتاجين بما يتواكب مع الشغل عالميا. فاحنا ناخد وعد ان احنا من خلال كاميرا المصري نيوز انا بوجه نداء الى كل من يرغب في التدريب في اي تخصص او اي مجال. الاتحاد الدولي العربي للتحكيم موجود، الاكاديميه العربيه للدراسات المتطوره موجوده. نحن لا نبخل بالعلم، هيئه التدريس عندنا اذا طلبنا من اي دكتور ان هو يعطي محاضره بالمجان ما بيتاخرش، بيعطي محاضره بالمجان. عندنا محاضرين بيدرسوا في معهد المحاماه، عندنا محاضرين عمداء كليات مثل الدكتور احمد عوض هندي عميد كليه الفنون الاسبق، الدكتور محمد بهاء يونس، عندنا الدكتور طلعت دودار، عندنا الدكتور عاطف الفقي، عندنا دكاتره اجلاء نبجل لهم كل الاحترام والتقدير، لان هم ما بيبخلوش بعلمهم بدون مقابل،
بتعرض على الدكتور تقول له احنا عندنا برنامج مجاني، بتلاقي كل الترحاب منه، تلاقي كل المساهمات، كل الدعم من مواد علميه، تدريس، كل شيء بتلاقيه مدعوم من الساده الدكاتره الاجلاء والمحاضرين الاجلاء. عندنا المستشار العلمي والاكاديمي للاتحاد لا يتهاون ابدا مع ان تطلع ماده علميه بدون الرجوع ليه ومراجعتها وبيان صحتها. عندنا مواد علميه خاصه بالاتحاد، ما نجيبش مواد علميه من بره. عندنا متخصصين للعمليات التحكيميه، عندنا خبراء محكمين. الويب سايت عندنا خبراء من جميع الدول العربيه، من ليبيا، من السعوديه، من الامارات، من الكويت. يعني احنا عندنا نظر منازعات، عندنا منازعه في الكويت، عندنا منازعتين في البحرين، عندنا منازعه في سلطنه عمان. فاحنا بالفعل عندنا منازعات وعندنا صياغه عقود واصغنا عقود. ولكن طبعا صياغه العقود هو طبعا المعلومات بتاعت العملاء بتبقى طبعا سريه لا يباح بيها، لان التحكيم من ضمن خصائصه هو السريه التامه، يختلف عن القضاء. المستشار مبروك شعوط يقول ايه بقى في النهايه كده للمستشار مبروك شعوط بعد رحله الكفاح ديت، بنى الكيان ده كله؟ كم سنه كفاح؟ كم سنه كفاح في التحكيم؟ 5 سنين كفاح في التحكيم. انا ابن من ابناء القوات المسلحه، عندي من اولاد 6، بحب مصر قوي، واخر بنت عندي اسمها مصر. ايجيبت ولا مصر؟ مصر. مصر بالعربي. واحب اقول القصيده المحببه لقلبي: إذا رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا، وصرناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا، على كل ارض تركنا علامه قلاعا من النور تحمي الكرامه، عروبتنا تفتديك القلوب ويفديك بالدم جيش الكنانه، وتنساب يمين حرا طليقا ليحكي ضفافك معنى النضال، وتبقى مدى الدهر حسنا محروقا لصدق القلوب وعزم الرجال. يد الله يا مصر طلع سماك، وفي ساحة الحق يعلو لذاك، وما دام جيشك يحمي حماك، سنمضي إلى النصر دوما خطاك. سلام عليك إذا دعانا رسول الجهاد ليوم الفداء، هذا ما تربينا عليه وتربعنا عليه. مش هنلاقي حاجه اكتر من نشيد الجيش ان احنا ننهي بيها اللقاء. في نهايه اللقاء انا سعيد جدا باللقاء دوت سياده المستشار، ووضحنا نقط كتير الناس كانت عايزه تعرفها. مش هنلاقي حاجه احسن من نشيد الجيش ان احنا ننهي بيه اللقاء. النهارده احنا دخلنا جوه مركز من مراكز التحكيم. بقيه المراكز كلها الفتره اللي فاتت يمكن اكتر من 15 مركز في اسكندريه اتقفلوا. الناس كانت بتخش بيخش اي حد بيخش. انا ناس عندي في المصري نيوز كانوا شغالين، تيجي تكلم واحد يقول لك انا مستشار ب 300 جنيه ب 400 جنيه ومن غير ما بيحضر، بياخد كارنيه يتكتب فيه مستشار. طبعا ده يعني كده اخذ الصفه القضائيه. اما جينا اتكلمنا فيها قال لك طب ما في حاجه اسمها مستشار في التربيه والتعليم ومستشار في وزاره التموين، لكن دي ملهاش دعوه بديت. ده المستشار ده بيبقى حاجه زي الخبير كده. اما جينا فاحنا نيجي نقول النهارده ان مش كل مراكز التحكيم، في مراكز تحكيم بتطلع حاجه اسمها محكم دولي. محكم يعني نزاعات في قضايا وحاجات زي كده، ملهاش دعوه بالاستشاريين خالص. تاني نقطه، لما يبقى في مركز للتحكيم الدولي بيعمل حاجه بيدي دورات لموظفين الدوله. احنا عندنا الحته دي ناقصه عندنا جدا، ان احنا ما عندناش ورش عمل وتدريب. بيدي دورات لموظفين الدوله على البسط الجديده العلميه في المجال بتاعهم، او المجال التجاري او المجال البحري او المجال العلمي، فدي تبقى حاجه كويسه جدا. فاحنا المراكز اللي زي كده، زي ما احنا بنعرض سلبيات وعرضنا من فتره سلبيات ان جبنا كارنيهات، واحنا النهارده هنعرض عليكم في الصور اللي احنا هنعرضها صوره الكارنيه بتاع المحكم الدولي، واحاول اجيب لكم صوره كارنيه المستشار اللي هو كان بيشتكي منها ضباط الشرطه في كل الكمائن. يقول لك انا باجي بمسك واحد ويروح مطلع لي يقول لي انت ما بتعرفش تكلم مين، انا سياده المستشار فلان الفلاني. وهو اساسا يعني مع احترامي لكل المهن، يعني مش هقول امي بس، لا ده ما يعرفش يسوق حتى النفس. فاحنا زي ما قلنا قبل كده السلبيات، بنقول النهارده الايجابيات. المفروض المركز زي دوت احنا كلنا نقف معاه، ما دام بيدعم يعني حاجه زي مؤتمر لتنميه وتعزيز السياحه في مصر عن طريق الاعلام. دي حاجه قويه جدا، واتعمل في شرم الشيخ وهيواكب بعد
افتتاح قناه السويس ان شاء الله في شهر 8، دي حاجه كويسه هتجذب كل رجال الاعمال العرب وكل الاتجاهات، هتبص على مصر ان انا بجذب بالاعلام السياحه لمصر اللي بدات الفتره ديت بدات تتحرك شويه بعد المؤتمر الاقتصادي اللي تم. هيبرز دور الاعلام ودي حاجه قويه جدا. انا سعيد النهارده بالمقابله مع سياده المستشار مبروك شعوط رئيس الاتحاد الدولي العربي للتحكيم. كان معكم محمد المصري من المصري نيوز.